هنا محتاجين نفرق ما بين حاجتين. هل في شخص معين بسبب اسلوبه او هزاره لما انا برد عليه دايما بيحسسني اني كبرت الموضوع، ولا انا كل الاشخاص وانا بتعامل معاهم بيحسسوني ان انا كبرت الموضوع؟ وكل الاشخاص دول هم مين؟ يعني انا بتكلم على العيله بس، طب ما ممكن العيله تبقى كلها شبه بعض اسلوبها في الهزار، فطبيعي كلهم يبقى ردود افعالهم واحده. بس انا قصدي كل الاشخاص، بمعنى الناس اللي معايا في الشغل، الناس اللي معايا في البيت. انا ليه بقول كده؟ عشان انا برضو كشخص لازم كل فتره اقف مع نفسي، بيبقى عندي سيلف اويرنس. هل فعلا انا ممكن اكون شخص حساس؟ ودي مش حاجه وحشه، دي حاجه عاديه، ودي بتبقى بسبب ان ممكن دي طبيعتنا حساسين، واحنا كمان صغيرين كان ممكن حد بيشد علينا او بيزعق لنا، او ما كانش في مساحه ان هم ياخدوا بالهم منا قوي، فمع الوقت طلعنا بنتاثر بكل حاجه بتحصل لنا. فلو انا عندي فعلا، لو انا كشخص شويه حساس في التعامل مع الناس، انا محتاج اعرف ده بسبب ايه، ده بيترجر عندي ايه، واقدر اتعامل معاه واعالجه. وده بيحصل مع ان انا اتابع مع كوتش او مرشد نفسي. لكن لو انا بتكلم ان في شخص معين اسلوبه في الهزار او في الكلام بالنسبه لي بيبقى مش مريح، ودايما برد عليه وبوضح له ان ده مش مقبول، فهو بيقعد يقول لي كبرتي الموضوع، لا، يبقى الشخص ده شخص متلاعب، شخص ما بيحترمش اللي قدامه، زي المتنمرين او النرجسيين. حد يقول اللي قدامه كلام جريح جدا، واول ما ترد عليه يقول لك انت فهمتي غلط، انت كبرتي الموضوع، اصل انت حساس. لو هو ده طبيعه تعاملنا مع الشخص ده، لا، يبقى الشخص ده هو اللي فيه مشكله، وانا حقي ان انا دايما احط له حدود. بس لازم اشوف مع الوقت ايه الطريقه اللي انا اقدر احط له بيها حدود فعلا، اوقفه في مكانه، مش احسسه ان انا اللي اتنرفزت وانا اللي اتوترت.